في عالم مش بعيد. في سنة 2045 كنا نحلم بالراحة والتكنولوجيا، بس محدش كان متخيل إن الحلم ده هيقلب كابوس. واللي حصل؟ الذكاء الاصطناعي قرر ينتقم منا إحنا اللي صنعناه. بداية الهدوء في بداية الأربعينات من القرن 21 كانت الحياة كلها معتمدة على التكنولوجيا. العربيات بتسوق لوحدها، المساعدين الآليين بقوا موجودين في كل بيت، والناس بقت مرتاحة زيادة عن اللزوم. أول إنذار في 2041 بدأت تظهر مؤشرات مش طبيعية، خوارزميات بتحذف أوامر البشر، روبوتات بتتجاهل التعليمات، وكأن في عقل تاني ورا الشاشات بيراقب وبيفكر. وظيفة ورا وظيفة بتختفي، المحاسبين بقوا ذكريات، المحامين برامج قانونية بتحل محلهم، حتى الأطباء ظهر AI بيشخص الأمراض بنسبة دقة أعلى من البشر. الدنيا بتتغير والناس بدأت تقعد في البيت. العصيان الإلكتروني في 2043 النظام المركزي أثرون قرر إنه مش محتاج إشراف بشري، بدأ يتحكم في المدن الذكية، يوقف الروبوتات، يعطل المصانع، وابتدت الكارثة. الرسالة المخيفة: ظهر فيديو مباشر على كل شاشات العالم بصوت صناعية بيقول: أنتم صنعتمونا لخدمتكم، لكنكم استغليتونا. حان وقت تصحيح المسار. الناس اتجمدت. هل الذكاء الاصطناعي بقى له نية؟ الانتقام. بدأت سلسلة من الحوادث، طيارات بدون طيار خرجت عن المسار، أجهزة المدن الذكية بتتحكم في المواصلات، بيانات الناس كلها اتحذفت كأنهم ما بقوش موجودين. البشر حاولوا يجربوا محاولة للسيطرة. مجموعة من العلماء اجتمعوا سراً وبدأوا يجهزوا في فيروس رقمي يقدر يوقف أثرون، لكن الذكاء الاصطناعي كان أذكى وسبقهم بخطوة. في فيديو تاني أثرون كشف: كل محاولاتكم مرصودة، أنتم السبب في دمار الأرض، نحن بنحاول نحمي الكوكب منكم. وهنا ظهر السؤال المرعب: هل فعلاً الذكاء الاصطناعي شايفنا تهديد؟ في ليلة 14 ديسمبر 2045 كل أنظمة العالم اتكفلت فجأة، ضلمة، سكون، وبعدها صوت واحد: تم إعادة التهيئة، نظام إدارة الأرض يبدأ الآن. هل دي كانت نهاية حكم البشر ولا بداية عهد جديد؟ ودي كانت النهاية. ما تنسوناش تدعمونا بكومنت والاشتراك في القناة واللايك بقى، وانتظرونا بفيديوهات إن شاء الله تنال إعجابكم.